السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد او هنكمل الوحدة الاولى، المفهوم التاني اللي هو انتقال الطاقة في النظام البيئي. اخدنا المرة اللي فاتت الدرس الاولاني، النهاردة بإذن الله هناخد الدرس التاني. يلا بينا بقى ما نضيعش وقت ونبدأ على طول. نشاط 4، ما الذي تعرفه عن انتقال الطاقة في النظام البيئي؟ ايه اللي انت عارفه عن انتقال الطاقة؟ قال لي اول حاجة ازاي هنحصل على الطاقة ديت. ازاي احنا بنحصل على الطاقة؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا بنحصل على الطاقة من خلال التغذية، ان احنا بنتغذى على الكائنات الاخرى او الكائنات الاخرى بتتغذى على كائنات اخرى وهكذا. خلاص يا ميس، يبقى انا كده عرفت خلاص ان احنا لازم نتغذى، او الكائنات الحية عامة لازم تتغذى علشان تحصل على الطاقة. هي دي اول نقطة هنتكلم فيها، انه الكائنات الحية او جميع الكائنات الحية بتحتاج للغذاء للحصول على الطاقة والمواد الغذائية اللازمة لنموها وان هي تبقى على قيد الحياة. يبقى لازم الكائنات الحية تتغذى. تاني نقطة بيقول ان يحصل الانسان على الطاقة من خلال الغذاء والاكسجين، يبقى لازم يتغذى ولازم يتنفس، يعني يدخل للجسم اكسجين علشان يقوم بالعمليات الحيوية. طب ايه هي العمليات الحيوية ديت؟ قال لي زي التفكير، زي التنفس، زي الحركة، زي الهضم، او اي نشاط بدني تاني. ايه هو النشاط البدني دوت؟ الجري، المشي وهكذا. تالت نقطة قال انه يحتاج جسم الانسان او الكائن الحي عامة الى طاقة حتى وان كنت نائما، يعني حتى وانت نايم لازم برضو يبقى في طاقة، لأنه الجسم بيحتاج للطاقة. طيب وانا هحصل على الطاقة ديت ازاي؟ من خلال التغذية والتنفس، انه الجسم يدخله غذاء واكسجين. المعادلة بيقول انه الغذاء والاكسجين الاتنين هينتجوا لي ايه؟ هينتجوا لي الطاقة. يبقى هنا علشان احصل على الطاقة لازم اتغذى واتنفس، يعني يدخل للجسم الاكسجين والغذاء. قلنا المرة اللي فاتت انه في مصدر رئيسي للطاقة. ايه هو المصدر الرئيسي للطاقة؟ الشمس. احنا قلنا انه تعد الشمس المصدر الرئيسي للطاقة لكل الكائنات التي تعيش على كوكب الارض. علشان كده تصنف الكائنات الحية على حسب حصولها على الطاقة الى ايه؟ احنا صنفنا المرة اللي فاتت على حسب الغذاء، قلنا انه في اكلات عشب واكلات لحوم واكلات عشب ولحوم معا، اتكلمنا عنهم بالتفصيل. النهاردة بقى هنتكلم عن تصنيف بس على حسب الطاقة. ايه هو بقى؟ قال لي اول حاجة هنصنفه على اساس كائنات ذاتية التغذية. يعني ايه ذاتية التغذية؟ يعني بتتغذى او بتصنع الغذاء بتاعها بنفسها، مش بتحتاج لكائن اخر. الله، مش النباتات برضو يا ميس كانت بتصنع غذائها بنفسها؟ كائن منتج بالظبط. يبقى انا هنا هتكلم عن النباتات. يبقى هنا اللي بتصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي اللي هي النباتات، معتمدة على الطاقة التي تحصل عليها في النواتج بتاعت عملية البناء الضوئي. يبقى أنا عندي هنا الشمس، طالما في ضوء تعمل عملية البناء الضوئي، فالنبات يحصل على الطاقة وينمو ويحصل على الغذاء بتاعه اللي هو سكر الجلوكوز. تاني نوع كائنات غير ذاتية التغذية. يعني ايه غير ذاتية التغذية؟ هتقولي خلاص يا ميس دي سهلة بقى، هتبقى عكس ذاتية التغذية، يعني مش بتعرف تصنع غذائها بنفسها. يبقى هنا تتغذى على الكائنات الأخرى لتحصل على الطاقة، هي ما بتعرفش تصنع غذائها بنفسها فتقوم حاصلة على الغذاء بتاعها من كائنات أخرى زي الإنسان وزي الحيوان. كده احنا خلصنا نشاط 4، ندخل في نشاط 5، السلاسل الغذائية. يا ميس هو يعني ايه سلسلة غذائية؟ هقولك هنا انه يمكن التعبير عن انتقال الطاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي من خلال ما يسمى بالسلاسل الغذائية. ايوه، يعني معنى كده انه الطاقة بتنتقل عبر الكائنات الحية، ودوت اللي بيفسر لي او بيسمى بالسلسلة الغذائية. حلو، يبقى السلسلة الغذائية هي مخطط متسلسل يعبر عن مسار انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر في البيئة. يعني مثلا لو أنا كلت النبات وحصلت عليه من الطاقة، يقوم مثلا جاي كائن آخر آكل الحيوان اللي أكل النبات دوت ويحصل منه على الطاقة، ويقوم جاي كائن آخر أكل الحيوان الأولاني أكل النبات يقوم حاصل على الطاقة دي. كده اسمها سلسلة غذائية، هو انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر. تتكون السلسلة الغذائية من 3 أنواع من الكائنات المنتجة زي النباتات اللي بتعمل عملية البناء الضوئي بنفسها وبتحصل على الغذاء والطاقة بنفسها، يعني ذاتية التغذية. وتاني حاجة الكائنات المستهلكة زي الإنسان والحيوان اللي هما الغير ذاتية التغذية. وتالت حاجة الكائنات المحللة. حلو، يعني ايه يا ميس كائنات محللة؟ قال
انه الكائنات المحللة ديت هي اللي بتحلل الجثث بتاعت الحيوانات او بتاعت الانسان علشان ترجع تاني العناصر الغذائية للبيئة او للتربة. وديت احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكائنات المحللة هي اللي بتخلي الطاقة والعناصر الغذائية ترجع تاني للبيئة، بتحلل الجسم بتاع الانسان وبتاع الحيوان. اول حاجة الكائنات المنتجة. الكائنات المنتجة عندي هي الكائنات التي تستطيع انتاج غذائها بنفسها. حلو. تاني حاجة تعتبر المستوى الاول في السلسلة الغذائية، هي اول حاجة في اي سلسلة غذائية. يعني لو جاب لك في الامتحان سؤال ويقول لك نقط وراح عامل لك حيوان 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 حيوان، اول حاجة في السلسلة الغذائية هي الكائنات المنتجة اللي بتنتج غذائها بنفسها زي النباتات. تعتبر النباتات الكائنات المنتجة الرئيسية على الارض تقريبا. ليه؟ لانها بتنتج الطعام بتاعها او الغذاء بتاعها من خلال مين؟ من خلال عملية البناء الضوئي. تاني حاجة الكائنات المستهلكة. الكائنات المستهلكة هنا هي الكائنات التي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها زي الإنسان وزي الحيوان. يتم تقسيمها إلى 3 أنواع حسب طريقة غذائها وترتيبها في السلسلة الغذائية إلى إيه؟ يعني إيه؟ يعني هقسم الكائنات المستهلكة دي ل3 أنواع، بس هنا على حسب هي بتتغذى على إيه وترتيبها في السلسلة الغذائية إيه. يعني هي التانية ولا التالتة ولا الرابعة بعد النباتات، لأن النباتات هي المكانة الأولى أو الترتيب الأول في السلسلة الغذائية. يبقى الكائنات هنا مستهلكة أولية، دي أول نوع من الكائنات المستهلكة عامة. احنا قسمنا الكائنات المستهلكة لكائنات مستهلكة أولية. هي الحيوانات التي تتغذى على النباتات تسمى آكلة العشب، اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت، اللي بتتغذى على ايه؟ النباتات. قال لي زي ايه؟ زي الأرنب، زي الجراد، زي الحشرات. يبقى كل الحاجات ديت بتتغذى على العشب او بتاكل النباتات، يبقى هي اكلات عشب وكائنات مستهلكة اولية، ليها مسميين، يا اما اكلات العشب يا اما كائنات مستهلكة اولية. انما الكائنات المنتجة ديت ايه؟ النباتات دي ثابتة وهي اول حاجة في السلسلة الغذائية. مكانها فين بقى؟ المستوى التاني، ما هي اللي بتتغذى على النباتات، بتيجي بعد النباتات، يبقى المستوى التاني من السلسلة الغذائية. نوع بقى الكائنات المستهلكة الثانوية. يبقى احنا هنا قسمنا الكائنات المستهلكة لأولية وثانوية. طيب يبقى الكائنات المستهلكة الثانوية ديت هي اللي بتتغذى على الكائنات المستهلكة الأولية، يبقى هي الحيوانات اللي تتغذى على الكائنات المستهلكة الأولية. طب المستهلكة الأولية دي زي مين؟ زي الحشرات، زي الحشرات طبعا، زي الجراد، زي مين تاني؟ زي الأرنب. كل الحاجات ديت بتتغذى على ايه؟ النباتات، عشان كده بنسميها اكلات العشب. تقوم الكائنات المستهلكه الثانويه اكلاها بقى اكل الارنب، اكل الجراد او الحشرات. زي مين بقى الكائنات المستهلكه الثانويه؟ امثله زي الضفدع وزي الطيور. الطيور زي النسور او زي الصقور. كل الحاجات ديت بتاكل مين؟ بتاكل الارانب، بتاكل الحشرات. اتفقنا؟ طيب الكائنات المستهلكه الثالثه. يبقى دي التالت نوع من الكائنات المستهلكة. يبقى احنا قسمناها الكائنات المستهلكة الأولية ثانوية ثالثة. الثالثة ديت هي اللي بتتغذى على الكائنات المستهلكة الثانوية. يبقى هي اللي بتتغذى على الكائنات المستهلكة الثانوية ويطلق عليها أكلات اللحوم. يبقى مين اللي بيطلق عليها أكلات العشب؟ الكائنات المستهلكة الأولية. مين اللي بيطلق عليها أكلات اللحوم؟ الكائنات المستهلكة الثالثة. طب الثانوية لا، دي في النص، لا منها لحوم ولا منها عشب. طيب زي ايه؟ قال لي زي التعبان، زي الأسود، زي النمور، اللي هي الكائنات المفترسة أو الحيوانات المفترسة اللي هي أكلات اللحوم. مكانها فين بقى؟ قال لي مكانها في المستوى الثالث في السلسلة الغذائية. مش هي كائنات مستهلكة ثالثة، يبقى هي في المستوى الثالث من اسمها. طيب هناخد دلوقتي بقى تالت نوع اللي هو الكائنات المحللة. يبقى احنا هنا اخدنا كائنات منتجة اللي هي بداية السلسلة الغذائية النباتات، واخدنا الكائنات المستهلكة بأنواعها اللي هي الكائنات المستهلكة الأولية والثانوية والثالثة، وعرفنا أماكنهم في السلسلة الغذائية. دلوقتي بقى هناخد الكائنات المحللة، وديت هنا مكانها في المستوى الأخير في السلسلة الغذائية، آخر حاجة في السلسلة الغذائية. زي ايه بقى الكائنات المحللة ديت؟ قال لي زي الفطريات وزي البكتيريا. الفطريات والبكتيريا دولت بيبقوا موجودين في التربة، بعد ما الإنسان أو الحيوان بيموت وبيدفن بيقوموا محللين الجثث ديت، ويتفضل من التحليل دوت أو النواتج بتاع التحليل دوت إنه يتفضل في الآخر العناصر الغذائية اللي في أجسامهم تروح لمين؟ للتربة، والتربة طبعا تاخد العناصر دي عشان تستفاد منها. الفضلات التي تخرجها الكائنات المحللة غنية بالعناصر الغذائية، مما يجعل التربة خصبة ويساعد على نمو النباتات.
يعني انا دلوقتي الكائنات المحلله زي ما احنا قلنا ان هي بعد ما حللت الانسان او الحيوان اللي هما الميتين، طلعت العناصر الغذائيه بتاعتهم في التربه، ومما يجعل التربه خصبه. يعني ايه خصبه؟ يعني فيها عناصر الغذائيه، بقت متوافر فيها عناصر غذائيه كتير جدا. العناصر الغذائيه ديت بتساعد على نمو النباتات. ايه ده؟ يعني يا مس انت عايزه تفهميني هنا انه اخر حاجه في السلسله الغذائيه بترجع تاني تساعد في نمو اول حاجه في السلسله الغذائيه؟ الكائنات المحلله هي اللي بتساعد النباتات تنمو وتبدا السلسله الغذائيه من الاول تاني. الكائنات المنتجه اللي هي نباتات، كائنات مستهلكه، وبعد كده الكائنات المحلله، والكائنات المحلله تديني تاني كائنات منتجه، والكائنات المنتجه تدي مستهلكه ومحلله، وهكذا في السلسله الغذائيه دي. دلوقتي يا مس انت قلتي ان الحيوانات والانسان بيموتوا، ولما بيموتوا بيتحللوا. ما قلتيش ليه برضو لما النباتات بتموت بتتحلل، ولا هي مش بتتحلل؟ يعني اقول لك شاطر، دوت من المفهوم الاول. احنا قلنا ان النباتات لما ما بتحصلش على الضوء او الماء الكافي لنموها بتذبل وتموت، فلما بتموت برضو بتتحلل، بس بتتحلل بكائنات اخرى غير الفطريات والبكتيريا، كائنات محلله برضو بس مش هما دولت. قال لي طب ايه هي الكائنات ديت؟ قلت لك هنا انه الكائنات ديت هي ديدان الارض والفيه الارجل بشكل رئيسي بتتغذى على بقايا النباتات الميته. هم دولت ديدان الارض. دي ديدان الارض بتبقى موجوده في الارض او في التربه. وعندي الفيه الارجل، ليه سميناها كده؟ لانها عندها 1000 او الاف الارجل، زي ما احنا شايفين دي الارجل بتاعتها، عندها ارجل كتير جدا معديه ال1000 رجل، عشان كده اتسمت الفيه الارجل. دولت الديدان دولت او انواع الديدان ديت هي اللي بتتغذى على بقايا النباتات الميته. تقوم بإعادة تدوير العناصر الغذائية إلى النظام البيئي مرة أخرى من خلال عملية التحلل. يعني بعد ما عملية التحلل بتحصل والجثث النباتات أو بقايا النباتات وبقايا الإنسان والحيوان لما بتحلل خالص بتفضل العناصر الغذائية. العناصر الغذائية دي بترجع تاني للتربة، وطبعا التربة بيبقى خصبة فبينمو النباتات. بصي كده معايا، ادي ديت هنا بقايا الانسان في التربه بعد ما تحلل بالكائنات المحلله. هتروح العناصر الغذائيه للتربه، والعناصر الغذائيه دي لما تروح للتربه هتخلي التربه خصبه، يعني متوافر فيها الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون، عناصر كتير جدا بقى هتخلي التربه خصبه، وبالتالي النبات هيحب ان هو ينمو في التربه ديت، لانه احنا عارفين ان الجذور بتمتص العناصر الغذائية من التربة والماء، عشان كده بتنمو. سؤال بيقول لي هنا علل تزويد دودة الأرض والديدان الألفية الأرجل من خصوبة التربة. ليه هي بتزيد من خصوبة التربة؟ هتقولي اللي احنا فهمناه، ان دودة الأرض وديدان الألفية الأرجل دولت هما اللي بيتغذوا بشكل مباشر على بقايا النباتات الميتة، وبيخرجوا الفضلات بتاعتهم، والفضلات دي بتكون غنية بالعناصر الغذائية اللي احنا عارفينها، النيتروجين والأكسجين وهكذا، مما يزيد من خصوبة التربة ويجعل النباتات تنمو في التربة ديت، لأن التربة ديت هتكون كويسة بالنسبة لنمو النباتات. نشاط 6 بقى انتقال الطاقة. هنتكلم هنا انه جميع الكائنات الحية بتحتاج الى الطاقة في السلسلة الغذائية، وتحصل عليها من الشمس، لان احنا عارفين ان الشمس هي مصدر الرئيسي للطاقة، بطريقة يا اما مباشرة زي النباتات او بطريقة غير مباشرة زي الإنسان والحيوان. يبقى هنا الكائنات الحية يا إما هتحصل على الطاقة من الشمس بطريقة مباشرة زي النباتات من خلال عملية البناء الضوئي، أو بطريقة غير مباشرة زي الإنسان والحيوان من خلال تغذيتهم على النباتات، إن هما بياكلوا النباتات أو بياكلوا كائنات حية أخرى بتتغذى على النباتات. الحيوانات المفترسة والفرائس. يمكن تصنيف الحيوانات اللي هي الكائنات المستهلكة في أي سلسلة غذائية إلى نوعين. ثانية واحدة يا مس، انت مش صنفتي لي الكائنات المستهلكة دي ل3 انواع، اللي هي الكائنات المستهلكة الاولية والثانوية والثالثة، وعرفنا اماكنهم كمان في السلسلة الغذائية. احنا هنصنفهم تاني، قلت لك دي تصنيف تاني، هنصنفهم لنوعين. النوع هو الحيوانات المفترسة او المفترسات، زي الاسود وزي النمور وزي التعابين. كل الحيوانات المفترسة ديت اللي هي كانت في الكائنات المستهلكة الثالثة لو فاكرين. يعني قلنا ان الحيوانات المفترسة ديت تصطاد الحيوانات الاخرى علشان تتغذى عليها، يعني الاسد بيصطاد الغزالة علشان يتغذى عليها. طيب تاني نوع الفرائس.
الفرائس ديت هي اللي بيتم صيدها، يبقى دي الحيوانات التي تتغذى عليها الحيوانات المفترسة، او الحيوانات المفترسة بتصطادها علشان تاكلها. قلت لكم مثال زي الاسد والغزالة. تعالوا بقى ناخد امثلة او مثالين تانيين على المفترسات والفرائس. اول مثال هنا عندي هو المفترس طبعا هنا الثعلب، والفريسة هنا هتبقى الارنب. يبقى الثعلب هنا هو اللي هيتغذى او هيصطاد الارنب يتغذى عليه، لان هو المفترس، والارنب ده هو الفريسة، هو الذي يتم صيده من خلال الثعلب. تاني مثال عندي المفترس برضو مين؟ الدب البني او الدب الداكن. طب الفريسة هنا هتبقى مين؟ الاسماك. يبقى هنا الدببة بتتغذى على الاسماك، يبقى ده المفترس ودي الفريسة الذي يتم صيدها من خلال مين؟ الدب البني او الداكن. ملحوظة هنا بقى ايه؟ قد يكون الحيوان فريسة ومفترسا في نفس السلسلة الغذائية. طب دي ازاي دي بقى يا مس؟ هقولك دلوقتي زي النمر. النمر هنا هيقوم اكل التعبان، والتعبان ياكل الفار. هتقولي طب انا المشكلة يعني؟ ما هو احنا لسه قايلين ان الكائنات الحية بتتغذى على بعضها البعض علشان تحصل على الطاقة. هقولك حلو، بس هنا الملحوظة ديت اقصد بيها النمر ولا التعبان ولا الفار؟ هتقولي التعبان. بالظبط التعبان. ليه التعبان؟ التعبان يعتبر مفترس لان هو اللي بياكل او بيتغذى على الفار، ويعتبر فريسة لانه يتم صيده من خلال النمر. النمر هو المفترس لانه بياكل ايه؟ التعبان. فالتعبان يعتبر فريسة بالنسبة للنمر، ويعتبر مفترس بالنسبة للفار، والفار هو اللي يعتبر الفريسة. يبقى ديت برضو ملحوظة مهمة، انه الحيوان ممكن يبقى فريسة ومفترس في نفس السلسلة الغذائية. نشوف مع بعض كده شكل سلسلة غذائية. في السلسلة الغذائية المقابلة هنلاحظ ايه؟ انه الصقر هو اللي هياكل التعبان. يبقى اذا هنا الصقر مفترس والتعبان فريسة بالنسبة للصقر، والتعبان هياكل الفار. يبقى هنا التعبان يعتبر مفترس بالنسبة للفار، والفار يعتبر فريسة بالنسبة للتعبان. طب وأنه حيوان فيهم هنا يا مس اللي يعتبر مفترس وفريسة في نفس السلسلة الغذائية؟ التعبان. هل التعبان ثابت في كل السلاسل الغذائية ان هو يعتبر مفترس وفريسة؟ لا، ممكن تكون حيوانات اخرى عادي. المهم ان هو يعتبر حيوان في النص، كائن بياكله وهو بياكل كائن اخر. كده يا حلوين نكون خلصنا الحمد لله الدرس التاني في المفهوم التاني في الوحدة الاولى. انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله عن الدرس الثالث في المفهوم التاني.